ليه معظم الناس بتجيب 60 أو 70% وناس قليلة جدا اللي بتجيب فوق 90؟ الفيديو ده من أهم الفيديوهات اللي هتنزل عندي. هقولك تعمل إيه الفترة الجاية بالظبط عشان تجيب فوق 90%. أنت هتطلع من الفيديو ده واحد تاني حرفيا. هقولك على حاجات محدش هيقولها لك غيري وعن تجربة أنا جايب 91% في تالتة ثانوي. الفيديو هيبقى طويل شوية بس صدقني هيغير مستقبلك. قبل ما نبدأ اعمل سيف للفيديو الأول واعمل فولو لو مش عامل عشان أنزل لكم فيديوهات أكتر. الطبيعي ان اي حد مثلا في تالتة ثانوي سمع محاضرة معينة فهمها بنسبة 50%، بعد ما سمعها مثلا ذاكرها وحل عليها شوية اسئلة بقى فاهمها مثلا بنسبة 70%. وفي فترة المراجعة بيجي في فترة المراجعة بيراجع بس كده على المحاضرات مجرد ان هو بس يفتكر المعلومات كده. ده الطالب الطبيعي اللي بيخش الامتحان عادي بيجيب 70% و80%. ايه بقى بالظبط اللي انا عملته واي حد جاب فوق 90% عمله مختلف عن بقيه الناس؟ انا كنت بسمع المحاضره زي اي حد بفهمها مثلا بنسبه 50% مع شويه مذاكره وحل اسئله بوصل ل 70%. اللي كان بيخليني بقى اختلف فعلا هو فتره المراجعه. فتره المراجعه بالنسبه لي ما كانتش مجرد ان انا بفتكر المعلومات كده وخلاص. بالنسبه لي كنت بحدد فيها نقاط ضعفي وابدا احلها. على سبيل المثال مثلا كنت مثلا ابدا احل شوامل الفيزياء مثلا، وانا بحل شوامل الفيزياء كده لاحظت ان انا اكتر اسئله بغلط فيها هي الاسئله بتاعه دروس الاجهزه. كده انا دلوقتي حددت نقطه ضعفي في الفيزياء وهي ايه؟ ان انا مثلا ضعيف في درس الاجهزه او الدروس بتاعه الاجهزه. طب انا عرفت ازاي؟ عن طريق ان انا حليت اسئله ولقيت نفسي بغلط فيها كتير. بعد ما حددت انا ضعيف في ايه بالظبط في الفيزياء بدات بقى اقوي من نقطه الضعف دي. مسكت الدروس بتاعه الاجهزه ديت اسمعها من اول وجديد، احل عليها تاني من اول وجديد، وكل ده منفعش معايا. ما سكتش، رحت جاي مدرس برايفت يشرح لي الاجهزه تاني لحد ما فهمتها ومستواي بقى قوي فيها. دخلت الامتحان حليتها وجبت 58 من 60. طيب تعمل ايه بقى دلوقتي بالظبط عشان تيجي فوق 90%؟ هما 3 خطوات. اول حاجه عايزك تخلص المنهج في اقرب وقت وتبدا مراجعه. تاني حاجه المراجعه بالنسبه لك تبقى انك بتحدد نقط ضعفك. والله مثلا انا بغلط في النوع ده من الاسئله، بغلط في الدرس ده مثلا، بغلط في الاسئله بتاعت الدرس ده. تبدا تحدد انت ضعيف في ايه بالظبط وتروح تسمع له تاني شرح وتتاكد ان انت تفهمه وتعلي من مستواك فيه. تالت حاجه مفيش سؤال تغلط فيه وتسيبه. اي سؤال تغلط فيه تتاكد ان انت هتحله صح تاني. لو عملت اللي انا بقول لك عليه ده بالظبط باذن الله مش هتقل عن 90%. خلص المنهج في اقرب وقت ممكن، ابدا مراجعه بسرعه عشان يبقى معاك وقت اكتر تحدد نقط ضعفك فيه. فتره المراجعه تبقى بتحدد فيها نقط ضعفك بالظبط وتقويها. تالت حاجه ما تسيبش سؤال غير وانت متاكد ان انت تعرف تحله لو جالك تاني. اي سؤال تغلط فيه تتاكد انك هتعرف تحله لو جالك تاني. بس كده ده كان فيديو النهارده. لو عندك اي سؤال اسالني في التعليقات وما تنساش تعمل فولو. لو انت ثانوية عامة فده أهم فيديو هتسمعه قبل الامتحان. الفترة اللي انت فيها دي أهم فترة في حياتك، بقالك تقريبا 16 أو 17 سنة بتتعلم. كل اللي انت بتتعلمه ده متوقف على الشهر ده والامتحانات اللي بعد الشهر ده. اقف مع نفسك وخد قرار إن الفترة دي أنا مش ههزر فيها. ما عنديش رفاهية إن أنا أذاكر أقل من 10 أو 15 ساعة يوميا، وأنا مش بقعد بحسب على نفسي ساعات، أنا بقعد بذاكر بما يرضي الله الساعة ساعة. سيبك من خروجات ومسكة الموبايل وأي حاجة تشتتك عن المذاكرة، كل ده جاي قدام. دلوقتي أنا والكتاب، مفيش حاجة اسمها ايه احسن نظام مذاكره يا دكتور عامل. انت لو قعدت كل يوم العشر ساعات اللي انا بقول لك عليهم مع دروسك انت هتلاقي في نظام مذاكره انت عامله لنفسك وده مريحك وبتعرف تحل بيه كويس جدا. بس اقعد والزم نفسك وادي نفسك فرصه. اقول لك دلوقتي على احلى نظام مراجعه ممكن تراجع بيه سواء مع نفسك او مع المستر بتاعك. وانت مع نفسك ممكن تاخد كل مادتين في 10 ل 15 يوم. تقسم اليوم بتاعك نصين، نص الماده الاولانيه ونص الماده الثانيه، تلاقي نفسك مخلص المنهج كله خلال شهر بالكتير قوي، شهر ونص. يا اما تتابع مع المستر بتاعك المراجعه اللي يقول عليه تلتزم بيه بالحرف الواحد. ايا كان كده وكده المهم تذاكر. صدقني انا بكلمك كده وخايف عليك كانك اخوي، مش عاوزك تيجي من المستقبل وتقول ندمان ان ضيعت اليومين دول. مش عاوزين نعمل كده، واحنا في ايدينا الفرصه. الفتره اللي قبل الامتحانات دي انت قادر تشقلب الموازين كلها. اهم اللي انا قلته كله علاقتك بربنا، لو ظبطتها تلاقي كل عملك اتظبط، والعكس لو بعدت عن ربنا هتلاقي كل حاجه سودت في وشك. اخيرا عاوز اقول لك ان احنا عاملين اقوى نظام مراجعه انجليزي هتشوفه في حياتك. مراجعه المنهج كاملا بالجرامر التراكمي في 8 محاضرات وعليهم محاضرتين حل امتحانات شامله. عاوز تظبط الانجليزي ظبطه محترمه سيب كومنت التم والتيم هيتعب. ابعت الفيديو لكل اخواتك، الفتره دي مهم جدا جدا. صلي على النبي. دكتور عمر اخوكم في ظهرك. سلام عليكم. هي حاجة واحدة اللي لازم تعرفها: كل شيء تستغنى عنه في سبيل انك تكون انسان احسن هو بالنسبة لك مكسب مش خسارة. كل شيء خسرته في سبيل انك تحسن من نفسك هو ما كانش خسارة، هو كان مكسب. دي القاعدة اللي كلنا متفقين عليها. الشاهد من الموضوع ان مفيش طريق واحد للوصول الى النجاح، ولكن في مليون طريق الانسان يقدر ان هو يعدل من نفسه. اللي ما يعرفش قيمة وجودك في حياته احرمه من وجودك. سيبه للأيام وللناس اللي شبهه اللي هيعلموه الدرس كويس أوي. بعدها يعرف قيمتك بس في غيابك، لأن أنت ما ينفعش تروح تعاتبه وهو عارف الحاجات اللي بتزعلك وبتضايقك، وفي كل مرة كنت بتعدي وبتيجي على نفسك عشان خاطر أنت شريك.
محدش احسن من حد. سيبه للايام لما يعرف قيمتك كويس قوي يلبس في غيرك، ساعتها يتمنى يوم من ايامك، وانت ما ينفعش تبقى موجود تاني. خلاص عزز نفسك بقى واختارها، عشان لو ما اخترتهاش غيرك مش هيختارها، هيجي عليها بزياده. مش مهم هتوصل امتى، بس ستيل تبقى فوكس على اللي انت عايزه. إذا أردت أن تتطور، مين اصحابك اللي بتقعد معاهم؟ ايه مقاطع الفيديو اللي بتتفرج عليها؟ ايه الافلام اللي بتشوفها؟ ايه الكتب اللي بتقراها؟ بتسمع لمين وبتسد ودانك عن مين؟ استبدل الراء بعين، فعليك أن تتطوع. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت. فعمرك ما هتنجح غير لما تجرب وما تخافش. ما تخافش من حاجه، ما تخافش من احكام ناس، ما تخافش من اي حاجه، ما تخافش من مرض، ما تخافش من كل حاجه. هتخلص نفس النهايه. كل ما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك، وزاد استغناؤك عن الناس. إنجليزي أعرف إنجليزي، تقنية أعرف تقنية، مطر وسيول وسحاب أعرف، تاريخ ومدري أعرف، ما أحتاج أحد. لكن لو ما أعرف، كلما نقصت مهاراتك زادت حاجتك للناس، وزاد استغناء الناس عنك. يعني مثلا لو جيت اشوف انت بتعمل ايه مثلا على التيك توك بالليل، هلاقيك بتفرج على الراجل اللي بينظف السجاده ده، اللي بيقعد ينظف السجاده ايوه والراجل اللي بيقعد يرمي ازايز تتكسر من على السلم. فمستني المنسف بتاعتك تبقى عامله ازاي. اوعى تعتقد وتدي لنفسك صلاحيات ان انت هتجيب درجه ثانويه عامه بمجهودك. انت هتجيبها بناء على توفيق ربنا ليك عشان انت بذلت، لكن انت مش هتجيبها بذكائك، مش هتجيبها بمخك، مش هتجيبها بعبقريتك، مش هتجيبها عشان انت جامد تنين مجنح. انت هتجيبها عشان بس ايه؟ ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. انا بعمل ملابسات التوفيق. اللي هي ملابسات التوفيق، ربنا عشان يوفقني انا باخد بالاسباب. ايه اللي هي الاسباب؟ انا ببذل اقصى طاقه عندي، وفي نفس الوقت انا بتعلم من اخطائي كل ما اغلط، ومش هوصل لمرحله انا مش عايز اغلط خالص. لا، مفيش حاجه اسمها كده. ليه مش عايز تغلط خالص؟ ليه؟ ازاي هتعملها؟ لازم تغلط. ركز. مين اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل؟ اللي اخترع المصباح ونور حياتنا كلنا. مين الشخص اللي امن بيه؟ امه. لما حد امن بيه ولو فرد واحد في حياتك، لو حد واثق فيك والله ولو واحد كفايه، والله لو واحد كفايه. اسمع لي، لو لقيت 100 بيقولوا عليك فاشل، 100 بيقولوا عليك مش ناجح، 100 بيقولوا عليك انت هتخسر، وواحد بس انت مؤمن بيه، واحد بس انت مؤمن بيه وقال لك تقدر، صدقه ما اسمحش لغيره.